السلام عليكم، معكم ميس منى المحمود، ومكملين مع بعض كورس التأسيس اللي كنا ابتديناه وسلسلة الحروف. ومعانا النهاردة حرف V. الحرف ده اسمه V. V V صوته في الكلمة أو الساوند بتاعه V V V V V vet 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 vocal 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 van 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 van. تعالوا نشوف مع بعض حرف ال V هيتكتب ازاي. حرف ال V من الحروف السهلة جدا في كتابته. دول 3 سطور بتوع الانجليش اللي هنستخدمهم. هناخد خط مايل مش مستقيم، تمام، خط مايل انحناء بسيط، خط منحني، تمام، واحنا تحت نطلع بخط منحني بس مقابل للخط ده، تمام، مواجه ليه اهو كده، تمام، زي كأننا بنكتب زي رقم 7، تمام، اهو خط منحني وخط منحني معاكس، كمان مرة خط منحني وهنطلع بخط منحني معاكس. والفي سمول نفس الكلام، بس هنكتبها في سطرين بس، مش هتاخد ال3 سطور اهو، ونطلع خط منحني ومن تحت نطلع، وكمان مرة خط منحني ونطلع، تمام. والاتجاهات برضو بتاعتنا هنبتدي من هنا اهو ونطلع كده، نبتدي من هنا ونطلع كده. انا قلت كذا مرة انا بركز قوي في اتجاه كتابة الحرف، والطفل مثلا يكتب نفس الشكل يقول لا انا قلدت الحرف، لا انا بهتم جدا بطريقة كتابة الحرف. وبنبه برضو على اولياء الامور ان احنا لازم ناخد بالنا ابنك او بنتك بيكتب الحرف منين، من انه اتجاه، من تحت لفوق ولا من فوق لتحت. لازم ناخد بالنا من اتجاه الحروف الصحيح يا جماعة، عشان ده هيفرق جدا في طريقة الكتابة بعد كده، تمام. واشوفكم في الفيديو الجاي، والسلام عليكم.